يا هلا ومرحبا فيكم متابعيني ومتابعين اسرار مطبخ KDD. مبارك عليكم الشهر. راح نسوي اليوم، سوينا اطباق وايد حلو مالحه، اطباق رئيسيه. اليوم راح ندخل على الطبق الحلو. الطبق الحلو اللي حسويه ماكو بيت ما يحبه، ماكو انسان ما يحبه، الكل يحبه، اولهم انا طبعا. راح اقول لكم مواصفات الحين، قصدي مو مواصفات، قصدي مكوناته. راح استعمل الفستق الحلبي المقشر، الكشمش، المكسرات، السكر. الحين اقول لكم ايش بسوي، ايش رايكم؟ راح اسوي صينيه ام علي. ام علي، لاحظوا ام علي، بس راح اغير. ما احنا عاده نسويه بالقلاش، عاده نسويه مثلا بالباف باستري، نحطه بالفرن لما يتقرمش نسويه، او اكو شيء خاص يسوونه بالمخابز حق صينيتهم. لكن هالمره انا بسويه في البانكيك. ايش رايكم؟ البانكيك يعني نفس المكونات نفس الشيء، بس نحط، بس انا الشيء اللي سويته غير، حطيته بالفرن، سويته كريسبي، سويته مو لين. شوفوا يابس. وطبعا لما تسوونه لا تغطونه، لما يطلع من الفرن حطوه برا عشان يحوش الهواء. في شنو راح استخدم الحين؟ راح استخدم مكونات KDD. راح استخدم حليب كامل الدسم، طبعا ما يصير حليب خالي الدسم، كامل الدسم وهو لذيذ وانا وايد احبه شخصيا. كريمه سائله حلوه وخفيفه، والسويت فيه ماله معتدل. اكو بعض الكريمات تكون وايد فيها سويت، لكن هذه سويت ماله وايد معتدل. وراح استعمل القشطه اللي هي صايره قريبه على طعم القشطه الاصليه، فهذا اللي يخليني انا دائما احب استعمله. الحين استعمل، ابتدي في اول شيء نفتح الفرن، نجهز جدرنا، حليب كامل الدسم. الملاحظه اللي بقولها دائما صينيه ام علي حلوه تكون كذي مشربه، يعني انتم لما تحطون كميه حليب السائل ما او السوائل اللي فيه يتهيأ لكم وايد، لا لا لا، بالعكس، كل ما تتشرب كل ما يكون احلى. راح احط كريمه سائله، الاخير راح احط كريمه اللي هي القشطه الجيمر. احنا وايد راح يعطيه طعم حلو. طبعا انا ممكن الحين اضيف واحده هني، انا بضيف، انا عندي علبتين او ممكن احط 3 علب، واحده اضيفها هني والثانيه اضيفها بعدين احطها على الوي الصينيه اللي انا بشتغل عليه. بحط الحين، ابتدي من اول خطوه. الحين انا بس اخذ اخلط اوكي. راح احط سكر حسب الرغبه. هو هذا الكريمه اللي انا ضفتها ما فيها وايد سكر ترى، فعلشان كذي بضيف انا شويه، يعني مو شويه، تقريبا خل اقول نص جلاس. وعندنا المكسرات على كيفكم، مثلا ما تبي تحطون كشمش لا تحطون، مع انه هو اساسا بالكشمش، نخليه حطوه عليه بس يغلي. راح احطه عليه هني، ممكن نكسره نقطعه. جربتها انا مره بالبيت عندي وايد، يعني حبوه، في طعم غير. طبق سهل ولذيذ وخفيف، يتهيأ لي هذا وانتم على الفطور قاعد تفطرون، خلصتوا وانتم خلال تحطونه بالفرن ويكون جاهز. انا كافي كذي، ما ابي احط اكثر، ممكن احط بعد واحده. خلاص، اللي راح احطه فستق، راح احط المكسرات بكيفكم. انتم ممكن تحطون عين الجمل، انا حاطه جوز الهند، كشمش، الفول السوداني. اكو ناس عندهم حساسيه ضد الفول السوداني، لكن اكو وايد ناس بكيفكم، يعني كل اي المكسرات بكيفكم. بس حلوه ترى بالمكسرات، لا تبخلون عليه. احط ممكن شويه سكر هني، بس لا تنسون بيدخل الفرن. راح ادخل الفرن حار يتجهز، بس انطر عليه هذا يغلي ونخلص.
شو رايكم نرد لكم بعد 5 دقائق بس يغلي، بوريكم شلون نصبه. رديت لكم متابعيني بعد 3-4 دقائق. شوفوا ايش حالات الحليب قاعد يغلي الحين ابتدي خلاص. الحين انا ما اخاف منه، بس ابتدي اصب. لا تخافون انه يكون يعني كثروه، قد ما تكثرون قد ما يكون احلى، يتشرب احلى. بحطه بالفرن. الحين الفرن حار، لا تنسون جهزوا شغلكم من اول. شوفوا ايش كثر، انا بس اوريكم. شوفوا قاعد يسبح البانكيك، يسبح بالصينيه. لا تخافون عادي ترى، بالعكس يمكن احتاج ازيد ماء حليب اكثر بعد. شوفوا انا بس اوريكم. اوكي الحين احط زياده من المكسرات اللي انا ابيها. نحطه كله. نحط الفستق. اوكي راح ادخله الفرن لمده، ياخذ له ربع ساعه، ياخذ له 10 دقائق على حسب قوه الفرن مالكم. لحظه اول شيء افتح الفرن لان الصينيه حاره. بسم الله. وخلاص نخليه وارد لكم بعد 10 دقائق او ربع ساعه بالكثير. ورديت لكم بعد تقريبا 15 دقيقه. شوفوا ايش حالاتها صار. شوف الصينيه ايش حالاتها، تشوق والريحه ما ابي اقول لكم شلون. اليوم كان طبقنا صينيه ام علي بالبانكيك، وعليكم الف عافيه.